يوفر لنا نظام التشغيل Windows XP إمكانية تهيئة الشريط Windows Taskbar لكي يتلائم مع احتياجاتنا، حيث يمكننا إظهار العديد من شرائط الأدوات أو إنشاء شرائط أدوات جديدة، وذلك حتى نتمكن من الوصول إلى البيانات والبرامج بصورة سريعة. فبالضغط بمفتاح الماوس الأيمن في أي موضع خارجي على الشريط Taskbar تظهر هذه القائمة، وباختيار Toolbars يتم فتح قائمة تحتوي على العديد من شرائط الأدوات، ويمكننا إظهار أي من هذه الشرائط باختيارها. فباختيار Links يتم عرض الشريط Links داخل الشريط Taskbar، ويظهر يمين هذا الشريط مفتاح على شكل سهم مزدوج، وبالضغط على هذا المفتاح يتم فتح قائمة تحتوي على عدة ارتباطات لبعض صفحات الويب على شبكة الإنترنت. وبفتح القائمة المختصرة مرة أخرى واختيار ديسكتوب من القائمة الفرعية يظهر الشريط ديسكتوب، وبالضغط على مفتاح السهم يمين هذا الشريط تظهر قائمة تحتوي على جميع الرموز Icons الموجودة على سطح المكتب ديسكتوب، ونلاحظ على بعض هذه الرموز ظهور سهم جانبي بجوارها، وهذا يدل أنه بمجرد الوقوف على أي من هذه الرموز سوف يتم إظهار محتوياته داخل قائمة فرعية. فبالوقوف على الرمز ماي كمبيوتر يتم عرض محتوياته داخل قائمة فرعية، وبالوقوف على الدرايف E يتم عرض محتوياته داخل قائمة فرعية أخرى، وهكذا. وبفتح القائمة الفرعية Toolbars مرة أخرى نلاحظ أن الشرائط الظاهرة داخل الشريط Taskbar يظهر بجانبها علامة صح، ويمكن إخفاء أي من هذه الشرائط باختياره مرة أخرى فيتم إخفاؤه من الشريط Taskbar. كما يمكننا إنشاء شريط أدوات خاص بنا، وذلك عن طريق اختيار New Toolbar من القائمة الفرعية Toolbars، فيتم فتح المربع الحواري New Toolbar، فنقوم باختيار العنصر الذي نريد إنشاء شريط لإظهار محتوياته، فنقوم باختيار Drive E على سبيل المثال، ثم نضغط OK، فيتم إنشاء شريط أدوات جديد له الاسم Local Disk E، وبالضغط على مفتاح السهم المزدوج يمين هذا الشريط تظهر قائمة بمحتويات Drive E. وبفتح القائمة المختصرة الخاصة بالشريط Taskbar مرة أخرى نلاحظ أن الأمر Lock to Taskbar مختار في الوضع الافتراضي، وبإلغاء هذا الاختيار يمكننا تغيير ارتفاع الشريط Taskbar، وذلك بتحريك مؤشر الماوس إلى الحافة العلوية للشريط حتى يتحول مؤشر الماوس إلى سهم مزدوج، فنقوم بالضغط مع السحب بالماوس حتى نصل إلى الارتفاع الذي نريده. كما يمكننا تحريك الشريط إلى أي ركن من أركان واجهة التطبيق، وذلك بالضغط مع السحب للشريط إلى الركن الذي نريده. وباختيار Properties من القائمة المختصرة يظهر المربع الحواري Taskbar and Start Menu Properties، وفي لوحة المتغيرات Taskbar نرى العديد من الخيارات. ففي الجزء Taskbar Appearance نرى الاختيار Lock the Taskbar، وبتشغيل هذا الاختيار يتم إغلاق الشريط Taskbar بحيث لا يمكننا تغيير ارتفاعه أو تحريكه. وباختيار Auto Hide the Taskbar يتم إخفاء الشريط Taskbar في حالة عدم التعامل معه، وبالضغط على مفتاح Apply نلاحظ اختفاء الشريط Taskbar، وبتحريك مؤشر الماوس في اتجاه الشريط Taskbar يظهر مرة أخرى. ونرى هنا الاختيار Keep the Taskbar on top of other windows فعالا في الحالة الافتراضية، ويعمل هذا الاختيار على إظهار الشريط Taskbar أمام جميع النوافذ والبرامج المفتوحة داخل نظام التشغيل. وبتحريك هذا المربع الحواري في اتجاه الشريط Taskbar نلاحظ أنه يختفي خلف الشريط، وبإلغاء هذا الاختيار والضغط على المفتاح OK وفتح أحد النوافذ وتحريكها في اتجاه الشريط Taskbar نلاحظ أن الشريط Taskbar يختفي خلف هذه النافذة. أما الاختيار Group Similar Taskbar Buttons
فيعمل على تجميع المفاتيح المتشابهة في الشريط تاسك بار داخل مفتاح واحد مجمع كما تعرفنا من قبل. وباختيار Show Quick Launch يظهر الشريط Quick Launch داخل الشريط تاسك بار. ويحتوي هذا الشريط كما نرى على عدة مفاتيح تستخدم للوصول السريع لبعض البرامج الهامة مثل Windows Media Player ومايكروسوفت انترنت اكسبلورر. وفي الجزء Notification Area يوجد عدة اختيارات لتهيئة الجزء Notification، فنرى أن الاختيار Show the Clock مختار في الوضع الافتراضي، ويعمل هذا الاختيار على إظهار الوقت الحالي للساعة الداخلية للجهاز في هذا الجزء، ويمكن إخفاء هذه الساعة بإلغاء هذا الاختيار. وباختيار Hide Inactive Icons يتم إخفاء الرموز Icons والتي لم يتم استخدامها لفترة طويلة داخل الجزء Notification، ويمكن تحديد الرموز Icons التي نريد إخفاؤها أو إظهارها داخل الجزء Notification من خلال المفتاح Customize. فبالضغط على مفتاح Customize يتم فتح مربع الحواري Customize Notifications، وفي هذا الجزء تظهر أسماء الرموز Icons التي يمكن إظهارها في الجزء Notifications في العمود مين. وفي العمود Behaviors تظهر طريقة ظهور هذه الرموز داخل الجزء Notifications. وبالضغط على أي عنصر في العمود Behaviors يظهر مفتاح سهم يشير إلى أسفل، وبالضغط على هذا المفتاح تظهر هذه القائمة حيث يمكننا إظهار هذا الرمز بصورة دائمة باختيار Always Show، وباختيار Always Hide يتم إخفاء الرمز بصورة دائمة. أما باختيار Hide When Inactive وهي طريقة الظهور الافتراضية فإنه يتم إخفاء الرمز في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة. ولتطبيق الإعدادات والخروج من المربع الحواري نضغط على المفتاح OK ثم نضغط OK مرة أخرى.